ازيكم يا اخواتي؟ انا مش بتاعه حلويات، بس وقعت في ايدي لفه جلاش، او لا ولا اسيبها. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جلاش حلو بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هياخد منك 5 دقايق، مش مكلف ومش متعب، وفي ثواني هتكون عامله احلى مثلثات جلاش حلو جدا. انا عن نفسي بحبه. يلا بينا نشوف. معايا لفه من الجلاش، بجيبها كده وافردها. ببتدي اقسمها نصين. انا بقسمها نصين ليه؟ لان اللفه بتاعتي دي نص كيلو على الميزانه. يعني هو انا شارياها نص كيلو. تمام. لو انت اللفه بتاعتك اللي هي 300 جرام او 350 جرام، قطعيها على بعضها عشان ما يبقاش رقيق معاكي. حلو الكلام. ببتدي ان انا قسمتها نصين اهو. بعملها بالطول كده شرايح. تمام. يعني بتتقطع معايا على 3 أو 4 على حسب عرضها. تمام. بقطعها كده صوابع، وبعدين هقول لكم بعملها ازاي. في 10 دقايق هكون عامله شويه جلاش عسل. بعدين ببتدي ان انا اهو زي ما انتم شايفين، باخد الطرف واتنيه زي المثلث كده اهو. مفيش اسهل من كده، واقطع بالسكين. تمام. اهو كمان واحده. يا سيدي، شايفين الجمال؟ مش اسهل من كده. ونرص في الصينيه جنبنا. نوريكم كمان واحد. بمسك الطرف اتنيه كده مثلث، واقطع مثلث واقطع اهو. مثلث واقطع. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. في اقل من 10 دقايق هكون عامل صنف حلو وجميل جدا. تقدري بعد كده تحشي كاستر او مهلبيه زي ما انت حابه. بعد كده بقى اهو زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصته ورصيته في الصينيه، قطعت كل طبعا الكميه ورصيته في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. معايا هنا ربع كوبايه من الزيت، من السمنه، وربع كوبايه من الزيت. مع بعض كده مدفياهم بس. وابتدي ان انا اسقي الجلاش بتاعي كويس. لازم يكون متغرق كويس بالسمنه زي ما انتم شايفين. اما يطلع من الفرن بيصفيه. تقدري تضيفي سمنه بس. تمام. لكن زيت بس ما ينفعش. اهو. بغرقه كويس كده، لان لازم يكون غرقان، لان هو مش مدهون من جوه. السمنه تبقى واقفه فيه كده. ولما يطلع من الفرن اي زياده فيه بنصفيها، مفيش اي مشكله. بيدخل الفرن على درجه حراره 250 في الرف اللي من تحت. وبعدين لو احتاج يترفع على الرف في النص، مفيش اي مشكله. انا فرن شغال من فوق وتحت. مش بياخد في الفرن حوالي 10 دقايق، بيكون جاهز معاكي وواخد اللون الذهبي الجميل. بصوا اللون، يعني شايفين الجمال عامل ازاي؟ ما اخدش بالظبط، ما كملش 10 دقايق في الفرن. 10 دقايق كان بالشكل ده. والجلاشة بتاعتي نفشت وهشت، السمنة اتغلغلت جواها طبعا. بيطلع من الفرن. ببتدي ان انا اصفي كده زي ما انتم شايفين. منتهى السهولة. انا كنت بحاول، طبعا هو سخن، بس بحاول ان انا اصفي. ما ينفعش احط عليه غطا ولا طبق ولا حاجة عشان بيتكسر. هش جدا جدا جدا. وبعد كده بعد ما بصفيه من اي سمنه زياده، باخد بقى الشربات بتاعي وسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل. عملته معاكم قبل كده كذا مره مع بعض. ببتدي ان انا اغرقه بالشربات كده. تمام. وبسيبه على جنب ل10 دقايق، ربع ساعة، لحد ما يبرد ويتشرب الشربات بتاعه. وبقدمه بقى بالشكل الجميل اللي هتشوفوه معايا. تقدروا في المرحلة دي لو انتوا حابين ان انتوا تحشيه بالكاستر او الكراميل، بيتفتح عادي بمنتهى السهولة. يعني هو دافي كده بتفتحيه وتحشيه بالكاستر اللي بتكوني عاملاه، وسايباه لما بارد. يعني الكاستر يكون بارد او المهلبية. تمام. وتحط عليه شويه سوداني وبس كده. لكن ادي الجلاش بتاعنا. انا بحبه ساده كده، طعمه بيكون يجنن. شايفين بقى طبقاته؟ شايفين نفش ازاي وورق وعمل ازاي؟ ده عشان السمنه بتاعته كانت واصله لكل ورقه فيه، وكانت واصله للقلب من جوه. شايفين اللون الذهبي الخطير ده؟ انا بعشقه. في 10 دقايق بلفة جلاش عملنا احلى صنف حلو. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الصفقة الحلوة دي؟ يلا كده قومي اعملي حاجة حلوة لولادك، فرحيهم وبسطيهم. بقالنا كتير قوي ما عملناش حاجات حلوة مع بعض، وان شاء الله نعمل حاجات حلوة كتير، واللي جاي يكون احسن. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروا وصفات جاية كتير. دمتم في رعاية الله. باي باي.